يا صباح الفل، عاملين ايه؟ هنحضر النهاردة اقوى تفريزات لشهر رمضان. هنعمل ألذ واجمل عصير برتقال، ممكن تجربه بجد يا جماعة، حاجة كده خطيرة. هنتعب مع بعض نص ساعة بس وهنرتاح باقي الشهر. طبعا انتوا عارفين اهم حاجة عندنا في الصيام، وهنشرب عصير ايه النهاردة؟ العصير ده حاجة اساسي، يعني حاجة اساسية. ما شاء الله، شايفين الجمال؟ هو بيتكلم عن نفسه، مش محتاج اي كلام. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. ما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. يلا بينا نبدا. معايا اول حاجه هنا 2 كيلو من الجزر. انا هفرز 5 كيلو برتقان. ال5 كيلو برتقان ليهم 2 كيلو من الجزر. دي وقعت مني. اعصابي كانت مهزوزه ساعتها. المهم، هنقشر كمية الجزر بتاعتنا كلها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، بالمقشرة، ما بياخدش ثواني. عايزة اقول لكم الجزر بينقل عصير البرتقال لحتة تانية خالص، وكمان هو مفيد جدا. وهنا بقى قشرت كمية الجزر بتاعتي كلها وقطعتها كده جوليان او طرنشات بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وغسلته كويس اوي وصفيته، وهنزل بيه في الحلة دي. وهحط له دلوقتي مية. المية هغطي بيها وش الجزر زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. دلوقتي ضفت له الميه، ودلوقتي هنضيف له معلقتين من السكر، معلقتين كبار كده من السكر. دول يعني بيساعدونا على سلق الجزر في اقل من 5 دقايق. وهنرفعه بقى على نار عالية. وهنا بقى معايا 5 كيلو من البرتقال، انا غسلاهم ومنضفاهم كويس قوي. البرتقال ده بسرة، يعني انا بستسهل ان انا اخزن برتقان بسرعه، يعني ما فيهوش بذر ولا بيضايقني، يعني بيسهل عليا الموضوع كده، في ثواني بتكون الدنيا خلصانه معايا. ولكن ممكن تستخدموا البرتقان البلدي، بس البرتقان البلدي بقى فيه بذر ومواويل قصص تانية يعني. وهنا بقى بنقشره بالطريقه دي اسهل طريقه لتقشير البرتقان في ثواني. زي ما انتوا شايفين كده، بنشيل الدايره من فوق وبعدين بنعمل فتحات كده بالطول، بنقشرها ما بنكملش ثانيه. اهو بالشكل ده. وهنا بقى بنشيل الحتة دي من تحت، وبكده بتكون البرتقانة متقشرة معانا في ثواني. وهعمل كمان واحدة معاكم عشان تعرفوا اكتر. انا مش هتكلم، هسيبكم تشوفوا احسن. سوري بقى على الكحة دي، النهاردة مش عارفة الدنيا فيها ايه. وقشرناها هنا كده بالشكل ده، شايفين السرعة؟ وكمان التقشير بالشكل ده بيسهل عليكم ان الطبقة البيضة اللي تحت القشرة، يعني الجلدة البيضة اللي تحت القشرة بتطلع معانا في القشرة كمان، فمنقعدش نعيد على البرتقانة تاني. بالشكل ده هي بتبقى جاهزة معايا، وهنقشر كل الكمية بنفس الطريقة. وهنا بقى كنت قشرت كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة، ودلوقتي هو جاهز معايا. هنبدأ في التقطيع. انا اقطعه كده برضو جوليان او دواير بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ما شاء الله، شايفين البرتقال اصفر جدا من جوه. هو ده المطلوب يعني، عشان يدينا اللون المطلوب اللي احنا عاوزينه. وهنقطع هنا كل الكمية بنفس الطريقة اهو بالشكل ده. شايفين السرعة؟ اظن مفيش اسهل من كده. وعصير البرتقال ده من ألذ واجمل العصاير اللي بحبها في حياتي، بحبه جدا. مفيد جدا للبشرة، وفيتامين سي للبرد، والحاجات كتير جدا. طبعا انتوا عارفين الجزر يعني
فايدة فيه عالية جدا ما شاء الله، فما بستغناش ابدا عن الجزر في عصير البرتقال. تحسوه كده مدي على مانجا شوية، بس بيبقى حلو قوي. وللناس اللي مش حابة الجزر ممكن تخزنوا البرتقال بس من غير جزر، وهيطلع معاكم برضو بلون حلو قوي. وهنا بقى ما شاء الله كنت خلصت تقطيع كل الكمية بتاعتي. وهنا بقى معايا الجزر كان اتسلق بالشكل ده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، يعني اتسلق في اقل من 4 دقايق. السكر زي ما قلت لكم بيسهل في مرحلة السلق، في اي حاجة بتسلقوها ضيفوا لها معلقة سكر. وهنا بقى كنت غسلته بالمية الباردة وحطيته في المصفى دي يتهوى، يعني مش بنحطه وهو سخن، لا انا نزلته تحت المية الباردة، مية من الحنفية، وحطيته في المصفى وسبناه يتهوى. ومعايا هنا بقى اكياس مطبخ، الاكياس الطويلة دي انتوا عارفينها اكيد. وحطوا بقى الكمية اللي تناسبكم. انا الكمية اللي حطيتها هنا في الكيس، الكمية دي تملى شفشق كبير، يعني تعمل حوالي 6 كوبايات، 6 كوبايات عصير، كوبايات الكبيرة. ولكن ضيفوا الكمية اللي انتوا حابينها. وهنبدأ بقى كده نوزع الكمية بتاعتنا على الأكياس دي، كمية محترمة يعني مش قليلة ولا حاجة. اهو بالشكل ده. وبنقفل الكيس كده، بنطلع منه أي هوا وبنقفله كده، بس ما مش بنربطه ولا أي حاجة، وبكده يكون جاهز معانا على طول. وهعمل كمان واحد معاكم عشان تعرفوا أكتر. بتبقى سهلة جدا، يعني بتطلعوه من الفريزر في الخلاط على طول، وبكده العصير بيكون جاهز معاكم، ما بياخدش وقت معاكم اطلاقا. يعني وقت زنقة بقى وانتوا بتحضروا الفطار، مش لسه بقى نقعد نقشر ونسلق والقصص دي، لا بيطلع من الفريزر على طول على الخلاط، وبكده العصير بيكون جاهز معاكم في ثواني، وبيحتفظ باللون وبكل حاجة. يعني بيقعد في الفريزر معاكم ما شاء الله، بيقعد مدة، ممكن يقعد سنة ما بيحصلوش اي حاجة، بيطلع فريش زي ما هو. وعملت كل الكمية بنفس الطريقة. وهنحضر دلوقتي بقى كده العصير. نزلت في الخلاط في اول حاجة بكمية الجزر بتاعتي وعليها شوية من البرتقال. وهنا بقى انا في العصاير ما بستخدمش سكر اطلاقا، تعرفين طبعا قد ايه اضرار السكر. انا بنزل بس بمعلقتين من العسل النحل، العسل الابيض، معلقتين بس مش كتير. وهنا بقى نحط المية الساقعة بتاعتنا. وبكده العصير بقى نفرمه فرم ناعم ومش بيتصفى، ما بصفهوش ولا اي حاجة ابدا. يعني هو اصلا مش بيبقى زي البرتقال البلدي، مفهوش قشر ولا فيه اي حاجة، فما بحتاجش ان انا اصفيه. وبكده العصير ما شاء الله كان جاهز معايا. وكمان جاهز معايا الاكياس اللي انا فرستها على الفريزر على طول. وهنا بقى هتشربوا ألذ وأجمل عصير برتقال ممكن تجربوه، حرفيا حاجة كده رهيبة يا جماعة، جربوه هيعجبكم جدا. وبس كده، أتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم إشعارات بكل وصفاتي. ما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.